أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ضيفي في هذه الفقرة ضيف يفكر خارج الصندوق، عنده مشروع وطني بصفته أساسا كان أحد العقول المهاجرة خارج مصر في عدة دول أوروبية وفي أمريكا، مهتم كثيرا أن احنا نجمع أفكار الداخل والخارج عبر مبادرات وعبر بنك الأفكار. يعني بالفعل مجلس الوزراء المصري اعتمد هذه المبادرة التي يمكن بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، القرن العشرين، والآن هناك مواقع على الإنترنت سنراها تباعا خلال هذا اللقاء. بإمكانك أنت لو خارج مصر كنت عالم باحث عقل مفكر، أو داخل مصر في أي نجع من نجوع مصر، في أي قرية، في أي محافظة، في أي مكان، أن أنت ترسل فكرة بدراسة جدوى. مفيش حاجة اسمها بتبعت فكرة أنت يعني إيه فكرة كده عجبتك، لا، فكرة بدراسة جدوى بيتم الرد عليك مباشرة والاهتمام وتوصيلك بالمسؤولين، ونرى مدى نجاعة أو مدى نجاح هذه الفكرة. دكتور محمود عمارة، الخبير والأستاذ في الاقتصاد السياسي، أهلا بك في IT شو. اهلا بيك يا زلمه. سعيد بهذا اللقاء وسعيد بهذه المبادرة. اشكرك. عاوز أعرف فكرة بنك الأفكار والمبادرات، هذه المبادرة المهمة اللي أنت كتبت ليها مقال في المصري اليوم، وكان هناك حوار تليفوني بينك وبين رئيس الوزراء المصري دكتور عصام شرف، أثمرت عن مشروع مصر الآن موجود على أرض الواقع. إيه حكايتها؟ الفكره بدات سنه 85. كان الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء موجود في باريس، واقترح هذه الفكره احد زملائنا في اتحاد الجاليه المصريه في فرنسا، الاستاذ صلاح وقتها. وطبعا زي كل حاجه في مصر، كان اي مبادره او فكره تتقدم ما حدش بيهتم بيها، وبالتالي عدت الفكره من تاني من حوالي شهر تقريبا. كتبت عنها، قلت طب نعمل زي الصينيين واليابانيين. كانوا بيعملوا ايه؟ اول ما رحنا اوروبا في السبعينيات، شفنا كل واحد صيني او ياباني لما تشوفهم كده ماشي معاه كاميرا او آلة تصوير في صدره، واي حاجه يشوفها يصورها. يعني ايه؟ كنا في مطار بورجيه. مطار بورجيه اللي هو مطار عسكري بيتعمل فيه للطيارات الحربيه معرض. فبيشوف طياره الياباني او الصيني ده طياره عسكريه، هناك مفيش زي هنا مش كل حاجه ممنوعه، لا كل حاجه فري ممكن تصور. فبيصور كل جزئيه في الطياره. في معرض عربيات، تروح معرض سيارات تلاقي كل صيني او ياباني، الكلام ده في السبعينيات، يصور اخر موديل هيطلع. يروح بيت ازياء يلاقي موديل حديث او الوان الربيع القادم او الصيف القادم او الشتاء القادم، بيصور. زي احنا كاشخاص لما بيعجبك حاجه لنفسك، لو انت عجبك بيت معين وعاوز تبني زيه بتصوره. هي نفس الفكره بس على مستوى قومي. فاقترحنا هذا الاقتراح وقدمته في المصري اليوم، ففعلا لقى قبول من رئيس الوزراء، وبدأ بالفعل يبقى موجود مكتب وهيئة كاملة في مكتب في مجلس الوزراء، في مجلس اللي هو مجلس اتخاذ القرار، او مركز دعم واتخاذ مركز القرار. دعم واتخاذ القرار. نعم. هذا شارع المركز القصر موجود، العيني الشهير، هو جنب في نفس المبنى بتاع مجلس الوزراء في تمام. شارع القصر العيني. نعم. وبالتالي حصل ايه من في اسبوعين؟ جالي اكتر مثلا من 600 700 800 فكره ومبادره، في افكار سريعه. يعني واحد يقول لك انا نفسي اعمل في المرور مش عارف ايه، بس كلام مش دراسه جدوى. لكن في مشروعات جت من مصريين، واحد في كندا مثلا خبير استاذ في علوم المياه وتحليه المياه، فعامل دراسه جدوى كامله متكامله متناهيه من جميع الجوانب، انه يحول 2 مليار متر مكعب من مياه مالحه بالبحر الى مياه حلوه. تكلفه المتر كام؟ لان ده اللي يهمنا. 8 سنت. 8 سنت دي ارخص تكلفه تحويل ميه مالحه الى ميه حلوه في العالم وفي اسرائيل. وبالتالي 8 سنت يعني مجربة في 40. إسرائيل. ده هي معمول بيها في اسرائيل. انت بس عارف، طبعا مش الدراسة دي، دراسة لا أخرى هم يعني. سابقنا في الحاجات دي، تمام. لان احنا للاسف في مصر ما عندناش حتى مشكله الميه اللي عندنا، ما عندناش حتى مركز بحوث لتحليه المياه، ما عندناش دراسات في الكليات لتحليه مياه. ده على سبيل المثال. عشان نرجع لموضوعنا، طب قبل ما نرجع لموضوعنا، اتخذتم الإجراءات إزاي؟ أنا عاوز أعرف مع هذه الدراسة يعني. الدراسه دي اتناقشنا فيها يوم السبت الماضي. بنروح كل يوم سبت او اي يوم في الاسبوع بنحدده مع رئيس مركز دعم واتخاذ القرار. بجيب معايا الناس اللي معاها مبادرات، مبادره زي دي، مبادره زي بتاع قناه السويس اللي هو هيرفع العائد من 4 مليار الى 30 مليار في 9 سنوات. حاجات معموله دراسات جدوى حقيقيه من خبراء في كل مجال. فبنجتمع في المجلس بنناقش، نشوف مين الوزير المختص. يعني في الميه كان وزير الكهرباء لان هيحولها من محطات كهرباء، فتاخد ميعاد مع وزير الكهرباء، بيروح يقابل وزير الكهرباء اللي هو صاحب المبادره، وبعدين بيرجع تاني بعد ما تكتمل الدراسه ويتفقوا عليها. رئيس الوزراء مصمم انه يقابل اي واحد تنتهي به الدراسه انها فعلا تفيد في تنميه مصر في الفتره الجايه، فبيقابل رئيس الوزراء. هل شرطا ان العقل اللي بعت الفكره سواء من الداخل او الخارج انه يكون موجود في مصر، ولا لا الكترونيا يقدر يطمن ان مشروعه
هيروح لرئيس دعم اتخاذ القرار، وبعد كده هيروح لرئاسه الوزراء مباشره يعني. انت حضرتك شفت في بعض الاذاعات، بعض التلفزيونات بيحطوا الويب سايت بتاع المجلس ده، ارجو انكم تحطوه هنا. احنا جايبين لحضرتك 3 ويب سايتس بتوعكم تمام. اللي هم وبالتالي خليني اقولهم لك. innovate.cabent دي بتنطقوها ايه؟ بس هي .gov.eg احسن تتكتب على الشاشه حالا هتبقى على الشاشه. ايديا انا بس بقولها بس للجمهور، ايديا وافكار الثلاثه، انوفيت وايديا وافكار الثلاث دول في مواقع المركز، الكترونيه هيكونوا على الشاشه. في المركز نفسه. بدل ما تبعت لي وابعت للمركز، ابعت للمركز مباشره. نعم. فانا جاي لي مثلا عن طريق واحد عايش في انجلترا، الدكتور اشرف اسماعيل. ده دكتور عمل مباني للحكومه الانجليزيه للفقراء هناك، او للناس اللي هي يعني محتاجين سكن رخيص. فعامل دراسه جدوى كامله للعشوائيات في مصر، ان هو خلال 5 سنين العشوائيات بتاع مصر دي تنتهي، وجنبيها دراسه ثانيه للشباب ان يعمل شقه في منظومه مدينه كامله بخدماتها بكل ما فيها من اشياء. أيوة. الشقه 120 متر ب 50,000 جنيه تكلفه كامله. الشخص ده موجود في انجلترا، بعت دراسات، الاسبوع اللي فات كلمني، جاي الاسبوع الجاي هيقابل رئيس مركز دعم واتخاذ قرار، وممكن لو الدراسه وصلت لمرحله ابعد هيروح يقابل رئيس وزراء. وبالتالي نضمن ان احنا نجمع اكبر ملفات ممكنه في الشهرين 3 الجايين. ليه؟ انت شايف مصر اليومين دول بتجهز نفسها لغايه ما يتم الاستقرار، الامن، استتباب الامن، الاستقرار، ثم مرحله التشريعات والهدوء. طيب هل ننتظر كمان 6-7 شهور عشان نجهز ملفاتنا، ولا في ال6 شهور دول نبقى جاهزين بحيث اول ما نقول تعالى نعمل النهضه يبقى ملفاتنا جاهزه؟ وكان ده الهدف. وبالتالي مطلوب من اي واحد مصري سواء في الخارج او الداخل عنده مبادره او فكره مدروسه عنده خبره فيها يبعت لنا هذا الكلام، هيلاقيه، هيخش على النت، يخش على الويب سايت، هيلاقي اسمه وهيجي له جواب شكر من المركز. وبعدين بالتالي لو هي محتاجاه يجي هنقول له تعالى، او حد يروح له، هنشوف الحكايه دي بعدين. لكن الى الان في اسبوعين 3 وصلنا لا يقل عن 1500 فكره، منها 10-15 دراسه جدوى قابله للتنفيذ. نعم. يعني ما يسمى بالإدارة الإلكترونية مهم كثيرا في العالم الآن. ما يسمى بتطبيقات وتوزيع المعلومات مهم جدا. أنا عارف أن أنتم مهتمين بالعديد من القطاعات عبر الموقع وعبر هذا مظبوط. المشروع. يا ريت تقول لنا أهم القطاعات الحيوية والتنموية اللي أنتم مهتمين في 24 قطاع، يعني لو دخلت على الويب سايت هتلاقي 24 قطاع: السياحه، الاقتصاد، الزراعه، التجاره، الخدمات، قناه السويس لوحدها. قناه السويس على فكره ممكن يتعمل فيها 4 5 6 10 دراسات، سواء على جانب الشاطئ ال 80 او ال 160 كيلو دول، او في داخل القناه للخدمات بتاعتها. احنا اسوأ ممر، هقول لك معلومه اهو، للاسف بقولها، اسوأ ممر في العالم في خدمات. هل تعلم ان السفينه لما تعدي لو عاوز ميه ما بيلاقيش حد يديله ميه، لو عاوز يتمون ما بيلاقيش تمويل ليه، رغم ان انت ممكن تعمل بارقام خياليه بتوصل ل 2 مليار في السنه خدمات بس سيرفز للحاجات دي للمراكب المعديه. اذا كان بيعدي في القناه 50 مركب في المتوسط يومي، بيروحوا لغايه دبي يعدي كل حاجه ويجي من دبي عشان يعدي عندنا. واحيانا ما عندناش اصلاح سفن، بيروح لغايه سنغافوره او بلاد في شرق اسيا يتصلح، يعمل اصلاحات للسفينه ويلف عن طريق راس رجاء صالح. ليه؟ لضعف الخدمات. وبالتالي مصر على فكره في فكره اقولها لك: 9 بحيرات في مصر، كل بحيره منهم تنفع تعمل عليها دوله سويسرا، لان سويسرا نفسها هي عباره عن ايه؟ عباره عن جبل وبحيره، مفيش هناك لا بترول ولا غاز ولا اي شيء. بفكره بسيطه انسانيه قال لك طب ما اعمل سريه الحسابات، خلى كل فلوس العالم تيجي عنده. وبالتالي انا عندي 9 بحيرات في مصر، كل بحيره منهم هديك مثال واحد: بحيره قارون مثلا، تستطيع بالطقس الموجود والبني ادمين الايدي العامله ما بتشتغلش والمكان المميز بتاع الفيوم، استطيع ان انا اجيب مصانع البرفانات وزيوت، اعمل زيوت، زراعه زيوت البرفان في العالم. واحنا اول ناس في الكره الارضيه. لو دخلت اي مصنع في ايطاليا او فرنسا بتاع تصنيع البرفانات هتلاقي اول بيبدا بالمصريات القدماء، وهم بجنبها الست المصريه الفرعونيه وجنبها ادوات التجميل والزينه. وبالتالي مصر مليانه خدمات، مليانه امكانيات وموارد هائله، بس محتاجه الاول نبدا بافكار، دراسات جدوى، ثم التنفيذ. التنفيذ بيحصل ايه؟ اما هتلاقي المشكله فين، لو حد سالني طب المشكله فين لما احنا عارفين كل حاجه وعندنا كل حاجه، امال مالنا ايه اللي جرالنا؟ هتلاقي فيه دايما تشريع خايب قديم. هديك مثال: هل تعلم مصر ما بتصدرش اسماك لاوروبا؟ ليه؟ لان في تشريع بيقول انه لا يجوز تربيه اسماك على مياه نظيفه. معنى كده ايه بمفهوم المخالفه؟ معناها ان احنا بنربي اسماك في مصر على مياه مش نظيفه، وبالتالي مش هيستورد منك.
طب اجي اقول له انا عندي مزرعه بربيها على اسماك، على ميه نظيفه واسماك نظيفه، يقول لي يبقى كده انت مخالف القانون. خلي بالك يعني في الحالتين مش هياخد مني. طب تشريع زي ده موجود ليه؟ من 1949، طب ما شيله. وبالتالي مشاكل مصر هتلاقي معظمها ايه؟ تشريعات قديمه، قوانين متضاربه، لوائح باليه، حاجات من الحاجات الخايبه دي، او بني ادم معقد او مش فاهم. طب حان الوقت النهارده بعد الثوره ان احنا كلنا نشارك في ايه؟ اول حاجه بالافكار، عشان نبني دوسيهات ملفات، وبعدين وقت ما يجي ميعاد النهضه بعد شهرين 3 4 او نبقى جاهزين زي ممر التعمير والتنميه. عندي فيه اقتراحين هتقراهم بكره في المصري اليوم. في موضوعين، في الدكتور الباز مقدم مشروع ممر التعمير والتنميه اللي كنا عارفينه، وفي الدكتور ابراهيم كامل، مش ابراهيم كامل اللي عمل موقعة الجمال، ابراهيم كامل التاني بتاع سياسه الليان، اللي مقدم مشروع متكامل من السبعينيات من ايام عبد الناصر. ايوه على نفس المستوى، بالعكس هو شويه اوسع من مشروع ممر التعمير. خلفيه الدكتور ابراهيم كامل ايه؟ احنا عارفين طبعا الدكتور فاروق الباز كان لنا حوار خاص معاه، هو طبعا العالم الفضاء الكبير، هو تخصص الجيولوجيا بالاساس. الدكتور ابراهيم كامل ايه تخصصه؟ هقول لحضرتك، الدكتور ابراهيم كامل يمكن الموضوع بتاعه قبل الدكتور فاروق الباز ب 20 سنه، يعني من اول السبعينات، نهايه الستينيات، قابل عبد الناصر، قابل انور السادات، قابل حسني مبارك، قابل كل المسؤولين، عبد العزيز حجازي وقتها، عشان هذا المشروع. معناها مشروع متكامل. احنا ما بنقارنش نقول ناخد ده ولا ده. انا بقترح الاتي، ان الاثنين بيقعدوا مع بعض، بنناقش المشروعين. اكيد ده فيه ميزات وده فيه ميزات، اكيد ده فيه عيوب وده فيه عيوب. العبقريه تعمل ايه؟ انك تاخد اعظم ميزات من ده ومن ده، بتجمعهم، وبالتالي تقدم مشروع عظيم. ما نغلطش تاني، ما نعملش زي توشكا وبعدين نختلف بعد شويه وبعد 10 سنين نقول لا ده كان غلط ده كان صح. طب ما نناقش، ما ناخد وقتنا في الوقت الضايع اللي احنا عايشينه دلوقتي، 6 شهور 7 شهور مناقشه، وبالتالي نطلع بمشروع قائد وعظيم وقومي لمصر. انا عاوز اساعد المشروع بتاع حضرتك. انه واحد فيهم بنك الافكار. بنك الافكار سهل جدا والمبادره. ان حضرتك في كل مره شير للدبليو دبليو بتاع البنك، وبالتالي نستطيع مصريين في الخارج والداخل ان احنا نبعت عليه ونستقبل بعد كده النتائج. تمام. المواقع على الشاشه، ويا ريت عاوز المخرج كمان ينزل لنا، يعني هو نازل موقعين انا محتاجهم على طول، على اساس في مشاهدين كثر من خارج مصر ومن داخل مصر عاوزين يشوفوا البوصله، هي دي البوصله. انا عاوز اساعد المشروع بتاع حضرتك. اعتقد في نقطتين هامتين هنا. الافكار عندنا في مصر كثيره، لكن تنقصنا كيفيه دراسه الجدوى. فلو المشروع علم بعض الناس انه ازاي يكتب دراسه جدوى، هيكون ده حاجه مهمه جدا، حاجه لطيفه، حاجه كول جدا يعني. اقول لحضرتك دي واحده. الحاجه الثانيه، جذبني حديثك عن ازاي ان احنا ما بنستفدش من امكانياتنا والبزنس بصوره كامله. قناه السويس ما فيش حواليها خدمات. احنا شعب عموما لا يجيد البزنس، ما عندناش روح البزنس، وما نعرفش كمان ازاي ان احنا نفتح افاق. بصفتك مبادر وكان ليك مشاريع في فرنسا ومشاريع متنوعه في مجالات متنوعه، ولديك خبره وحنكه في هذا الموضوع، ترد لي ازاي على الموضوعين دول؟ بص، مش مطلوب من كل واحد فينا عنده فكره ان هو بنفسه يعمل لها دراسه جدوى. هذا خطا. في مكاتب استشاريه متخصصه بتعمل دراسات جدوى. وانا عندي يعني وانا عندي فكره وهروح ادفع فلوس لمكتب كمان. لا مش يعني مطلوب انت تدفع الفكره، لا هات الفكره، هات لنا الفكره واحنا نديها مكاتب استشاريه متطوعه زينا. انا متطوع، هتلاقي فيه 20 30 مكتب متطوعين هيديله الفكره اذا كانت تستاهل انها تعمل لها دراسه جدوى، هنخليه يعمل لها دراسه جدوى مجانا، اللي احنا بنشتغل لحساب الدوله متطوعين. وبالتالي ده مشكله الفكره ودراسه الجدوى ليها محلوله. لكن المشكله مش هنا في رايي. بتجربتي في مصر بعد 7 8 10 سنين في مصر، بالمقارنه باللي عشته في فرنسا وامريكا، اللي حاصل في مصر انت عندك مشكلتين. سيبنا من اللي فات، حتى في المستقبل القريب لغايه ما تحسن الاوضاع، عندي مشكله قوانين وتشريعات، بنيه تشريعيه تستحق انك تولع فيها. باختصار يعني تجيب الدستور المصري والقوانين المصريه وكل الكلام بوضعه الحالي وتركنه على جنب وتاخد من جديد. انت بتبني دوله حديثه مدنيه جديده، وبالتالي مطلوب البناء الاول فيها، الدور الاساسي فيها هي بنيتك التشريعيه والقانونيه. هل هي سليمه؟ هل هي مواكبه للعصر؟ هل هي مواكبه للاهداف بتاعتك والطموحات اللي عند الشعب المصري النهارده؟ انت النهارده بعد الثوره الناس 80 مليون مصري عندهم امال كبيره جدا. لازم عشان ما يحبطوش بعد فتره، لازم نستعد من دلوقتي، وفي اقرب فرصه نبدا بمشروع او 2 أو 3 مشروعات كبيره تدي امل من ناحيه، تجيب استثمارات اللي هتبقى في فتره احنا عندنا عجز فيها. ثالثا، غير الامل، والامل ده اساسي، انها كمان تفتح افاق لالاف وملايين البشر اللي هيبقى ما لهمش وظيفه في الدوله او في الحكومه. وبالتالي المشكله في التشريعات اولا. 2 بصفتك قانوني كمان بالاساس، ها؟ كمان دراسه اصليه طبعا. لكن هو كمان في مشكله ثانيه ان لازم ناخد بالنا منها، او عنصر ثاني في المشكله، وهو البني ادم.
ايوه. خلي بالك ان احنا لم نستثمر في الانسان المصري تعريفه من 52 للنهارده، وبالتالي مطلوب اعاده استثمار في بناء الانسان، بناء تركيبته، ان احنا نختار عناصر من العناصر المؤهله الجيده. أيوة. عندنا شباب هايل، بدل ما نسيبه يطلع بره أيوة. او يطفش مننا، أيوة. طب ما نستغله. بس هستغله ازاي لو ما عنديش فكره ودراسه جدوى ونيه واراده شعب واراده قياده سياسيه، سواء كان مجلس عسكري النهارده او رئيس جاي بكره. طيب انت بادرت بمبادره بنك الافكار والمبادرات، واضح ان انت عندك حافز وعندك مرجعيه بصفتك البحثيه والدراسيه والخبراتيه، انجاز التعبير كمان. قانونيا وفكريا وتشريعيا احنا ضعاف. انت شخصيا هتطلع لنا ايه المبادره اللي عندك في هذا الصدد؟ هل هناك مبادره اخرى في هذا الموضوع؟ هي سهل جدا. بص، عندك مبادره في السكه دي؟ في اصل كل حاجه في الدنيا، اي مشكله في الدنيا لها 1000 حل، وكل حل من ال1000 دول له 1000 مشكله. ازاي انت تبقى بخبرتك في كل مجال فيه خبراء؟ ما ينفعش ان 80 مليون يتكلموا مثلا في السياسه وكل واحد يفتي في السياسه، او كلهم يتكلموا في القانون، حسني مبارك هيتحكم عليه بايه، مين هيتحكم ازاي. مش مطلوب ده. الاصل في الموضوع ان تدي العيش لخبازه بالبلدي كده. وبالتالي انا عندي خبراء واساتذه دستور وقوانين في مصر لا غبار عليه. وعندي كمان نماذج من الدول المتقدمه، يعني نموذج زي فرنسا. احنا اقرب نموذج هو فرنسا في النظام السياسي والنظام التشريعي والنظام الدستوري. الخلاف في ايه؟ في حاجات بسيطه، اللي هي خلاف من ناحيه الشريعه الاسلاميه والمواريث الى اخره. لكن باقي القوانين انا ليه بقعد اخلق من جديد؟ ليه بخترع العجله من جديد؟ طب ما انا عندي ده، انا اعمل كوبي. زي ما قلت لك الصين واليابان ابنائهم كان بيعمل كوبي للعربيه ويصورها ويروح يخلص، بس يضيف جزئيه صغيره عشان ما يدفعش رويالتي. طب ما انا في التشريعات اقدر اجيب التشريع الفرنسي، الدستور الفرنسي دستور عظيم جدا، الدستور المصري القديم هو عظيم جدا. طب واحنا ليه نعمل كده وفرنسا ما استنسختش التجربه مثلا الالمانيه ولا اليابانيه ولا الصينيه ولا الهنغاريه ولا الامريكيه، وامريكا كمان ما استنسختش التجارب لا استنسخت، ما واخده الدستور الانجليزي، ما هو كاملا. يعني اصل على فكره خلي بالك، مش لازم، هي مش عيب، لان اللي بيحكم البشر واحد في معظم الاشياء. سيبنا باستثناء الدين والخلاف فيه او الاختلاف الاديان. الاصل في التشريعات ان الانسان واحد. يعني اشاره المرور مش في كل العالم بنحترمها. هل لو كان الحزام زمان بيتربى في فرنسا وقلت طب هات الحزام نربط حزام زي فرنسا، يقول لي لا اصل فرنسا عملته وانا ما اعملوش. طب هتخترع ايه انت؟ ان شاء الله هتعمل حاجه جديده. بالتالي في اشياء كتيره نوفر وقت ومجهود فيها وننقل من اخر سطر. مفيش داعي ان احنا نبدا من زيرو. العالم يا جماعه وصل للقمر والمريخ، مش لازم احنا بالتراكم طبيعي. والتراكم لا مش بس التراكم، لا كمان عشان تختصر الزمن والوقت. انك تاخد اخر سطر وصل ليه. يعني مش معقول انت تقول لي ان النار بتحرق الايد وانا عارف انت قلت لي اهو وقدامك وحرقتك قبل كده، وانا لازم اجرب انا بنفسي عشان اقتنع. مش طبيعي. وبالتالي عشان نكسب وقت في الحكايه المفروض ان نستغل علماء وخبراء مصر في جميع النواحي، سواء مصريين في الداخل او الخارج، واحطهم في الاطار الحقيقي بتاعهم واديهم فرصتهم واساعدهم على انه استفيد منهم. وبالتالي استطيع ان انا في 5 سنوات، انا قلت قبل كده 5 سنوات الى 9 سنوات، يعني 2020 مصر تستطيع انها تبقى من اعظم قوى الارض بلا اي استثناء. والدليل احنا لما هاجرنا بره، مش انا مصري وهو مصري وهو مصري. على فكره احنا بنسمع بس عن زويل والباز و10 اسماء، لكن لو رحت بره هتلاقي الاف المصريين. عمداء الكليات كلها في كده كلها، شوف يعني ايه كلها، يعني 90% من عمداء الكليات في كده تصريح خطير ده، مصريين. تصريح خطير ده. روح امريكا وشوف عمداء الكليات كلها، عمداء الكليات 90% منها اغلبيه مصريين. روح امريكا وادخل مستشفيات، اعظم الجراحين في امريكا وعمداء الكليات رؤساء الاقسام هتلاقيهم مصريين. طيب ايه اللي حصل؟ عندي نقطتين هنا في الموضوع فضل. ده. نقطتين في فكره بنك المعلومات والمبادرات، فكره من اجل حريه التعبير، وفكره تضمن حريه المعلومات وما يسمى بالديمقراطيه الجديده او ديمقراطيه الانترنت حتى انجاز التعبير. هي مش كده بالظبط، الهدف مش كده بالظبط. طيب هنعرف من حضرتك، لكن ليا هنا تساؤلين في هذه المنطقه. اول حاجه، كيف نستفيد من طاقات العقول في الخارج؟ وانت كان ليك دور كبير في هذا الموضوع، وكنت ايضا يعني تحتل ايضا منصب في هذا الموضوع، المصريين في الخارج وحاجات زي كده. النقطه الثانيه، الفقير المصري والراجل الفلاح الامي اللي برضه عنده افكار، يمكن خايف من البهوات اللي هم بيقدموا دراسات الجدوى وحاجات زي كده، بس ازاي نشركه عشان يحس ان مصر دي كمان بتاعته، وان هو كمان من حقه ان هو يفكر؟ بص عشان نبقى واقعيين، اول امبارح رئيس الوزراء كان معاه 2 فلاحين، شفنا الصوره في الجرائد، واحده ست فلاحه وعلى الانترنت. يبقى الكلام بتاع زمان خلص. فلاح عنده ابن متعلم، حتى لو ما بيعرفش يكتب عنده ابن اكيد بيعرف يكتب. أيوه.
النهارده انت في المزارع، انا عندي مزارع نعم. في الطريق الصحراوي. نعم. العامله والعمال كل واحد معاه خطين، على فكره معاه 2 تليفون، وبالانجليزي بيعرف يضرب دلوقتي، يبعت رسائل لبعض، وبالتالي ما بقاش حد عبيط. الناس النهارده اي واحد عنده فكره او مبادره يستطيع ان هو يخش على النت ويبعت الرساله بتاعته. طب ما تعملوا لنا خط موبايل، لو ما يعرفش ما تعملوا لنا خط موبايل كمان، كل حاجه في السكه كل حاجه ممكنه، بس خلينا واقعيين. اصل اللي بيحصل ايه عشان نبقى عاملين برضه. انا مثلا بيجي لي 200 300 اقتراح او فكره في الاسبوع، يصلح منهم قد ايه؟ منهم على الاقل 100 مفيش داعي بيضيع وقته، لان بيقول لك كلام ملوش علاقه بالموضوع. صحيح. وبالتالي لو انا فتحت خط كل واحد بقى لا مؤاخذه هيجي بقى يقعد يقول لي اي كلام، فمحدش فاضي لاي كلام. احنا مش فاضيين، خلي بالك مصر ما تستحملش تاني ان احنا نضيع وقت. خلينا عمليين. اللي عنده فكره حقيقيه حتى لو مش كامله الدراسه، لكن فكره واضح ان هي جديده، مش افكار مستهلكه او كلام كلنا عارفينه. احنا عاوزين كلام يفيد عشان ما اضيعش وقت المركز، ما اضيعش وقت اللي بعديه، ما اروحش اعمل لها دراسه على الفاضي. اللي عنده دراسه من الخبراء المتخصصين او العلماء، مش افكار بقيه، مش كلام كده وخلاص 5 كلمات، لا فكره مدروسه. هديك امثله. مثال قلت لك بتاع قناه السويس، قلت لك الميه المالحه. في مثلا المثال التالي بتاع موارد التعمير والتنميه. في مثال رابع وخامس عن التعليم. واحد باعت ملف كامل عن التعليم كانها دراسه جدوى، ازاي من اول بيبي عمر يوم ولسه بيتولد، ازاي الام تتعامل معاه اول ما يدخل مدرسه اوليه، البدايه زي الكتاب زمان، تتعامل معاه ازاي، دراسه نفسيه اجتماعيه. حتى التكلفه بتاعتها حاططها في الجدول، تجيب الفلوس منين؟ بفلوس رخيصه. دي افكار تستحق ان انت المركز يتعطل فيها، يجيب خبراء يقعدوا يدرس فيها. وبالتالي لو جالي في الاسبوع 10 مبادرات حقيقيه، 10 مبادرات حقيقيه، ال10 دول في خلال ال3 شهور اللي احنا نايمين فيهم، مصر حاليا نايمه ما بتتحركش لسه. ليه؟ ما عنديش امن كامل، ما عنديش استقرار، ما عنديش رؤيه للمستقبل، مش عارف انا رايح فين. صحيح بعد اول امبارح واللي حصل من احكام او من قرارات من النائب العام، دي خلت الناس تهدى والشباب يهدى، ونبدا بقى نشتغل على مصر بكره. لان مش مطلوب مننا النهارده نفكر في اللي فات. وادعو الجرايد المصريه والتلفزيونات المصريه انها كفايه تبطل ماسوره المجال اللي ضربه دي كل يوم بقالنا شهرين، انها الفساد، ونعيد ننتج تاني نفس الكلام. عاوزين نعمل تنميه، عاوزين كفايه. احنا عرفنا كل حاجه. اللي معاه حاجه ضد حد مستند يروح يقدمه للنائب العام. لكن مطلوب نتكلم في الاقتصاد، نتكلم في مستقبلنا، في الكلام نتكلم اللي يبني في البناء مصر. أيوه. يعني احنا خلاص هدينا نظام وكان لازم يتهد. أيوه. لكن مطلوب نبني. طب هنبني مصر ازاي؟ ده السؤال. فالشاطر النهارده او اللي بيحب وطنه او اللي بيحب الثوره او اللي بيحب نفسه حتى والاجيال القادمه يتفضل يساعدنا في انه ازاي نبني مصر. ان شاء الله يحط فكره من 10 سطور. بنبحث عن ما يسميه العالم ومصر حلالي المشاكل، بروبلم سولفرز. دول قليلين كده اهوت، وعاوزين احنا كمصريين نبقى حلالين مشاكل، نبطل الندب والعويل مع الاعتراف بان هناك فساد لابد من حسابه، لكن ده ما يلهناش عن التنميه والنهضه. ده مهم جدا بصراحه كده يا دكتور محمود. هل اهم الافكار التي تاتي اليك في بنك الافكار من الداخل ام الخارج بامانه يعني؟ اهمها ال10 عددها اكتر من جوه ولا من بره بصراحه؟ لا، معظمها مصريين من الخارج. معظمها مصريين من الخارج. معناها ان الطاقات ما يسمى بالفريش اي او الطاقات الجديده او وجهه النظر الجديده، مع طبعا تقديرنا ان في كمان من جوه، هقول لك ليه، لكن من الخارج نستفيد منه. مش عاوز اعرف ليه، لكن عاوز اعرف نستفيد منهم ازاي. الناس دول اللي عددهم هناك عالم كبير اتصل بيا قال لي من اسبوع ان هم من 12 ل 15 مليون. بص هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للعدد عشان ما نقعدش كل واحد يقول لنا عدد. لا يوجد جهه في مصر، لا رئيس وزاره ولا رئيس مجلس عسكري ولا رئيس ولا وزير داخليه ولا وزير اي حاجه في مصر يعرف عدد المصريين كام. ليه؟ سبب بسيط. انت بتقول لي روح سجل اسمك في القنصليه المصريه بباريس مثلا. طب هروح ليه؟ لكن انا لما هاجرت من فرنسا لامريكا، اول حاجه عملتها رحت سجلت نفسي باعتباري معايا جنسيه فرنسويه، سجلت نفسي في القنصليه الفرنسيه في ميامي. طب ليه ما اروحش اسجل نفسي في القنصليه المصريه واسجل نفسي في القنصليه الفرنسويه؟ ليه احنا ما ندورش عليهم؟ ليه؟ لا انا هقول لك ليه احنا ما ندورش عليهم. ما انا هقول لك لا مش بس تدور عليهم. انت في حاجه اسمها امتياز. يعني ايه؟ في حاجه اسمها الكارت القنصلي. يعني لو عاوز تعرف اعداد المصريين ونوعياتهم
واماكن تجمعاتهم فين، عشان بعد كده تستفيد منهم كلوبي في المستقبل، او تحويل فلوس او مدخرات او خبرات الى اخره. اول حاجه تعملها، وكان في ميعاد مع وزير الخارجيه المصري، للاسف انا ما رحتش يوم الاثنين اللي فات لسبب خاص بيا، لكن احنا قعدنا في مجلس الوزراء دي انا اعتذرت عموما. لكن قبلها يوم السبت اللي فات كان موجود وزير الخارجيه المصري ووزير الهجره العمل والهجره واكثر من وزير، واتكلمنا، كنت انا اول متحدثين، واتكلمت 10 دقائق، والراجل وعدني وعد قاطع ان هو هيبعت اوامر، مش تعليمات، قال لي اوامر هتروح لجميع قنصلياتنا في الخارج للتعامل الجيد مع المصريين. واقترحت عليه الاتي، ان يبقى في حاجه اسمها كارت قنصلي. يعني ايه كارت قنصلي؟ النهارده في فرنسا في 130,000 واحد، المسجل منهم 20,000. لو عملت له كارت قنصلي ويدفع 10 يورو، اعمل له بيهم ايه ال 10 يورو؟ هأمن له في مكتب محاماه ان لو حصل له اي مشكله قانونيه هيلاقي في محامي يروح معاه، زي الفرنساويين وزي الجزائريين وزي التوانسه. ال 10 يورو نفسهم هعمل له شراكه في بولينج كده بتاع تامين، عشان لو حصل وفاه او حادث يدفع له، وبالتالي هو وامتيازات ثانيه كتير بنفس ال 10 يورو. وبالتالي هو لو لقى فيه امتياز هيجي يسجل نفسه في القنصليه، هيدفع ال 10 يورو، هياخد الكارت القنصلي، هيحطه في جيبه، هيستفيد منه، وهياخد حقه كمان في الانتخاب. عشان لا، الانتخاب حاجه ثانيه. كل العقول اللي بره زعلانين. لا، هم زعلانين من حاجه ثانيه، مش من الانتخاب. الانتخاب خلاص. لا، هم زعلانين ان هم ما ادلوش بصوتهم على الاقل في الانتخابات الماضيه. لا، دي خلاص اتحلت مشكله انها هتبقى الكترونيه، يعني انها هتبقى من اول تصويت لرئيس الجمهوريه القادم او الدستور ايهما اسبق، هيبقى في حق كل مصري في الخارج، اذا كانوا 10 مليون او 8 مليون، من حق كل واحد معاه رقم قومي، خلي بالك، ان هو يصوت في الانتخابات القادمه. وده معناها ان انا هعرفهم بقى عددهم قد ايه؟ لا، انت هتعرف نفسهم انت هتعرف. لا، اصل اللي هيشارك مين؟ كم واحد معاه بطاقه شخصيه النهارده؟ تلتهم، ربعهم، مش كفايه. عشان تعرف العدد الحقيقي لابد يبقى في حاجه اسمها كارت قنصلي وامتيازات. برضه تاني هرجع لحكايه عدم الاختراع. قبلنا ما فرنسا وتونس والجزائر ما اخترعت اهي، هقعد انا ادور والف وادور ليه؟ لا. طب ما اخد اخر اختراع منه. هو قدر يحصل اعداد اولاده في الخارج، نوعياتهم ايه، بيشتغلوا فين، تجمعاتهم فين، يخاطبهم ازاي برساله صغيره كده، يقول له روح بكره كذا. انت عارف ان لما يبقى في عندي مليون صوت انتخابي في امريكا، مش ده له تاثير في السياسه الخارجيه الامريكيه؟ وليه اوباما اجتمع مع المسلمين قبل انتخاباته؟ لان هم كتله، صوت انتخابي مؤثر يسقط وينجح. هم ليه اليهود، اللوبي اليهودي ليه قوي جدا في الخارج؟ ليه بيأثر على السياسات؟ لانه هو له صوت انتخابي هيسقط ساركوزي في فرنسا. اما يبقى عنده 2 مليون صوت لازم يبقى خاضع ليهم. وبالتالي كل ما اعمل اجيد علاقتي او اجود علاقتي بالمصريين في الخارج، كل ما هستفيد منهم على جميع المستويات. دكتور محمود عمارة، عاوز اكمل معاك الحوار لكن الوقت دهمنا. انا بحييك على مشروع بنك الافكار والمبادرات. سياستنا في IT شو ان احنا ما بنلقيش اضاءات فقط على المشاريع التنمويه واللي بتفكر خارج الصندوق واللي بتحل مشاكل، ولكن بنستمر في التواصل. احنا على تواصل مع مشروعك، ولو نقدر نساعد باي حاجه البرنامج احنا على تواصل مش مستمر. مشروعي، مشروع مصر. البنك ده مش بتاع حد، البنك ده بتاع كل المصريين. اشكرك. انت قلت اضفت اصطلاح افضل من اللي انا قلته. صحيح هو مشروعنا كلنا، لكن انا بحييك على مبادرتك وعلى ادارتك. هنستمر في التواصل معاك لحد ما نشوف المشروع حاجه بالفعل، مؤسسه بالفعل، ثينك تانكرز بالفعل، مركز تفكير، وايضا تنفيذ بالاشتراك مع مجلس الوزراء. مهم جدا. نورتني. شكرا. نورتني. مشاهدينا مستمرين في التواصل مع IT شو. بعد الفاصل دكتور محمد حسين عشان نشوف رؤية التنمية البشرية لمصر. مصر محتاجة رؤية مش مشاريع بس. نكمل بعد الفاصل.